صلاة الليلة الثامنة من شهر رجب المبارك في الإقبال عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: من صلى في هذه الليلة ركعتين مثل صلاة الصبح بتشهد وتسليم، وقتها ما بعد صلاة المغرب والعشاء إلى ما قبل صلاة الفجر. قلنا صلاة من ركعتين، تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة واحدة، وهذه الآية المباركة الشريفة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر سورة البقرة، هذه مرة واحدة. بعدها تقرأ 15 مرة سورة التوحيد، هذه في الركعة الأولى. في الركعة الثانية تقرأ الحمد مرة واحدة، وآية قل إنما أنا بشر مثلكم إلى آخر هذه السورة، سورة الكهف إلى آخرها، تقرأها مرة واحدة. بعدها تقرأ 15 مرة سورة التوحيد. زين، أجرها يا رسول الله؟ النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قال: من صلاها فلو كانت ذنوبه أكثر من زبد البحر لا يخرجه الله من الدنيا إلا طاهرا، وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء هذه الصلاة، ومن يصلي هذه الصلاة لا ينسانا بالدعاء.